ولازم تبقى عندك القناعه ربنا مديك حاجه كويسه. ما تبقاش عندك الحاجه كويسه وتفتري وتقول لا يا عم انا مش عارف إيه. لا. طب لو حد جه قال لك وفي وشك وبشكل مباشر وبيسالك السؤال انت مغرور، لا تقول له ايه؟ لا خالص. طب انا احكي لك على حكايه اتحكت لي في الكويت من حوالي 4-5 سنين. فبيقولوا اعتقد كان جاسم يعقوب، ففي حد بيساله سؤال في التلفزيون، وكان رد يعني الحكايه ما بتتحكي قصاد الواحد وهو كان موجود. فبيساله المذيع بيقول له الناس بتقول عليك مغرور. قال له مغرور. تفرق معاهم في ايه؟ انا مغرور لنفسي. فاتضح ان هو بيحكي الحكايه ان السؤال اللي كان مرعب زمان او الاتهام اللي كان مرعب زمان انت مغرور. طب وايه يعني انا مغرور؟ يضايقك في ايه؟ مغرور على نفسي. ما انا عايز اقول المهم انا بعاملك ازاي بالزبط. او بتعامل معاك ازاي. ما انت بقى شوف علاقتي بالناس اللي في الاستوديو، اللي ايه صف الشغل بنشتغل مع بعض. انا بقى بص بقى، انا احس جدا بالغلبان واحس جدا بالفقير واحس جدا لما واحد يخش ابقى قاريه جاي عايز يقول لي ايه. واشوف الناس اللي عندها عزه النفس، واحد مش لاقي ياكل لكن عنده عزه، مش عايز يطلب منك حاجه ومكسوف، فانت تحس هو عايز يحسسك الاحساس ده بس عنده عزه نفس مش هيطلب منك. ودي قيمه انا حسيتها ليه؟ عشان انا مريت بالظروف دي. يعني انا كنت بمشي من نادي الزمالك لغايه المنير على رجلي يا راجل، ده انا كنت بلبس فانيلا صوف في عز الصيف. ليه؟ معيش، ما عندكش تجيب ما عنديش وما اقدرش اقول لابويا هات لي، وده عيب. لكن كافحت وربنا اداني حاجه استغلتها. لا عمري شربت سجاره ولا عمري ما اعرفش طعم اي حاجه وحشه. شوف اي حاجه وحشه تاذيني ما اعرفش طعمها. قلت ربنا اداني نعمه، خلاص النعمه دي اعمل بيها ايه؟ ورحت باصص، ربنا اداني بقى البصيره هنا، اداني الرؤيه كويسه ان في حد محتاج الحاجات دي. امي، اخواتي، يعني فاهم، ولاد حتتي، خالاتي، وبدات خلاص. ده بقى المفتاح ليا. وده حاجه جميله جدا ان انت تبقى عندك القناعه ان ربنا مديك الحاجه دي. بيبقى ربنا جميل جدا طبعا. ده لو بعد عنك الشر عشان بيحبك، وان بعد عنك الخير فعشان ممكن الخير ده يجيب لك الشر. صحيح. فربنا دايما بيحب البني ادم، ويبقى جميل جدا اذا بقى من عطف ربنا ان انت كمان تبقى عابد جيد لربنا سبحانه وتعالى. حسيت في وقت من الوقت ان طبعا انا مكمل معاك لانه الخيط مشي بينا الحته انت حسيت دايما ساعه ما احنا قاعدين 7:30. حسيت دايما ان والدتك راضيه عنك. انا نص حظي في الدنيا مات بعد ما امي ماتت. لا اله الا الله. وده حاجه جميله. بص يا خالد، مالكش سند في الدنيا ربنا وامك. كويس؟ مفيش حد هيخاف عليك اكتر ما امك بتخاف عليك، لا اولادك ولا مراتك ولا اخواتك ولا حاجه، امك. والبني ادم من غير ام ما يسويش حاجه. يعني دايما الام هي اللي بتضغط وبتربي. الام ما بتربي، فانت ممكن ما تخافش من ابوك. ان ابوك ضيف في البيت، بينزل الصبح بيجي لك اخر النهار جاي هلكان تعبان، لكن اللي شقيانه وبتقول لك ده بيت ست بيت. ست بيت ده مش يعني جهله، ده هي اللي بتدير وهي اللي بتحكم وهي اللي بتقرر واللي عارفه واللي بتعلم. لا والستات زمان طبعا بصر وبصيره الناس تقول لك ست بيت، فاهمين ست بيت دي يعني ست جهله. لا ده عندها المخ احسن من الزوج، بتدير البيت، هي صاحبه البيت. انت جاي الزوج ده ضيف جاي تقعد لك، جاي تاكل وشقيان وزعلان في الشغل وغضبان عليك ومش عارف بكره في ايه. لكن اللي بتدير البيت، اللي بتحكم البيت، اللي بتعلم، اللي عارفه انت عندك ايه مشاكلك في المدرسه، عندك مشاكلك ايه في الدراسه، عندك مشاكلك ايه مع واحده بتحبها، عندك مشاكلك ايه مع اخواتك. الام. الاب لا، الاب مش كده. الاب لو جه من الشغل بدري يبقى هينزل يقعد له على قهوه، يروح لاصحابه. لو راجل تاقي هيقعد مثلا يتفرج على تلفزيون، لو يقعد يقرا له شويه قران يعني خلاص. لكن اللي هيدير البيت هي الام. انا حظي ونصيبي بعد وفاة امي راح مش الفلوس. خلي بالك انت ممكن يعني اجمل حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحد يعوض امك وهي زوجه كويسه. لو ربنا رزقك بزوجه كويسه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تعوض شعره، مش تعوض امك ولا الام. الزوجه دي لو 50,000 زوجه ما عوضوش. خليهم شعرتين عشان يكون شعره من امك يكون حد يتفرج عليك. خليهم شعرتين. شعرتين ولا خليهم اتنين. خليهم ده بالعافيه عشان بس اللي قاعدين بيتفرجوا دلوقتي ارجوك. خليهم 2. ماشي يا عم. عايز اقول لك في رحله الكفاح دي انت حابب انك تتكلم عنها، لانه الواحد بعد وقت بيفتكر الايام الاولانيه دي
انه نط في الاتوبيس وانه تعب وانه والكمساري ضربك بالصفاره على دماغك، او البتاع اللي بيحط فيها التذاكر دي، او بالقلم اللي اخره البتاع الحديده دي، او انك انت تبقى واقف عايز تروح بالليل وتركب الاتوبيس وراجع من درس، فتكتشف الناس في من ايام اللي انا ما نسيتهاش، كان 31 ديسمبر سنه 79. الناس كلها انت شايف العربيات نازله، الناس رايحه تسهر وانت واقف مستني الاتوبيس عشان تروح البيت. ده راس السنه. ده كان لسه يعني كل ما الواحد بيكبر بيسترجع او يعني بتجيله المشاهد القديمه دي، فيلاقي نفسه انه مبسوط قوي انه ازاي استحمل وازاي صمد وازاي فضل يكافح لحد ما قدر يعدي كل الصعاب، لانك انت كنت ممكن تنهار او تفقد الثقه. انت قدرت تصمد ازاي؟ جالك حالات احباط؟ يا خبر احوس. ده انا عشت لي بتاع 15 سنه احباط. ليه؟ انت عارف اكبر حاجه في الاحباط، سيبك من الفلوس، سيبك من الكلام ده، ان تلاقي ناس بتحاربك وانت ضعيف كده، وانت ضعيف وانت حته لحمه لسه طريه بتشكل، وناس بتحاربك وعايزاك تبعد عن المكان ده، وانت ما عندكش حاجه حل تاني في حياتك غير المكان ده، وموهبتك وقدراتك هو المكان ده. طب الناس دي بتحاربني ليه؟ ده انا ما اعرفهاش، ده انا عيل صغير يا جماعه. طب الناس دي بتحاربني، طب الناس دي مش عايزه تديني فلوس اروح ليه؟ طب انا ذنبي ايه امشي من نادي الزمالك لغايه المنيره على رجلي؟ امشي لي 15 كيلو على رجلي، عيل في الشارع لوحدي. وهو اللي كنت عايزه عشان تروح كان يبقى ممكن قد ايه؟ ارزاق تعريفه، كنت بقطع نص تذكره بتعريفه، نص تذكره، كنت صغير. يعني في حد ما كانش عايز يديك تعريفه او قرش؟ ومش عايزين اخش النادي. يعني تخيل، انا هقول لك حاجه بقى، انا بموت في النادي، بعشق نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك ده تراب نادي الزمالك فوق دماغي وخيره عليا. انت تتخيل ان في يوم ما انا رئيس نادي الزمالك ده انا معيش فلوس ادفع مصاريف المدرسه بتاعت 3 جنيه ونص، وانا داخل سنه ثانيه ثانوي بدفع المصاريف والنادي يجيب لي اللبس كويس، ومصاريف المدرسه 3 جنيه ونص، والملابس بتاعت المدرسه ب7 جنيه، يعني القضيه كلها 10 جنيه ونص. تتخيل ان امي تروح تعمل جمعيه عشان تجيب لي ال10 جنيه ونص، ورئيس النادي ما رضاش يحط لي ال10 جنيه ونص عشان اروح اتعلم واقعد في الداخليه بتاع المدرسه والبس زي الاولاد زي زمايلي. انت ممكن تتخيل حاجه زي دي؟ يعني تتخيل، يعني ما واحد بيقول ان مشيت مشوار. طب جمعيه عشان مدرسه، امال بقيه المتطلبات يتعمل لها ايه؟ ما انا بقول لك، انا امي، احنا كنا 11 اخ واخت. ابويا راجل موظف في محافظه القاهره، بالعربي كده بكلمك بجد، كان بيقبض 23 جنيه. اول ما كنت باخد الفلوس، عشان كده الحمد لله، يعني الحمد لله كنت بقبض، اول ما قبضت 7 جنيه ونص. اول فلوس قبضتها من نادي الزمالك 7 جنيه ونص. طب انا كنت بدي في حاجه هنطلع وقفه ونرجع تاني. ماشي. رجعنا مرة تانية وكنا واقفين مع الكابتن فاروق جعفر عند أول فلوس مسكها، كانوا 7 جنيه ونص. ما بنساش. صح. دول كانوا إيه بقى؟ دول فلوس كورة؟ من النادي. الراتب بتاعي من النادي. وكنا بناخد على المباراة الودية، كنت بلعب في الأشبال، فادوني 7 جنيه ونص. ده بقى بعد مغامرات بقى. مبلغ حلو مش كده؟ كان وقتها كويس. قوي كان الحمد لله كان كويس. وكان النادي بيدفع لي فلوس كنت باخد منطق فلسفه وفرنساوي درسين. واول ما مسكت الفلوس كنت اسعد واحد ان انا خالد راكب العربيه ومحافظ بقى حاطط الفلوس في جيبي، وفي ابره وفتله وخيط على الفلوس زي ما انت كل الامهات كده. عايز اروح ادي لامي ال5 جنيه وتبقى انت 2 ونص. ما انا بقى عايز كل اللي شغلك ال5 جنيه تديهم لوالدتك، ان انا ادي لامي، ان انا احس بقى ان انا عملت حاجه وانا صغير. فرحت، يا اخي شوف عزه النفس، ده مراتك انت بتخش عليها تقعد تقلبك. يعني شوف عزه النفس. هو ده بس يعني الستات كده، وانت بتقعد تتقمص منك لو قالت لك مش عارف، لو جبت حاجه لبنتك ولا لابنك تتقمص منك مراتك. ولا بتكلم غلط؟ لا انت ادرى. تديها ال5 جنيه. رحت بدي لامي ال5 جنيه. قالت لي امي مش عايزه تاخدهم مني ليه؟
شايفه الموضوع بصوره تانية خالص. هل انا هقدر اديها كل شهر، هعودها على ال5 جنيه؟ هل انا ممكن اديها كل شهر 5 جنيه دي؟ ولا دي مثلا حفله ولا عيد ميلاد وانا بدهم لها؟ يعني انها مناسبه ولا هيبقوا ثابتين؟ دي قضيه امي معايا. يعني هتعمل حساب ان الفلوس بتاعت مصروف البيت زاد 5 جنيه، ولا دولت هيبقوا ال5 جنيه دولت النهارده وخلاص؟ فانا قلت لها ان شاء الله ده كل شهر يا انا هديكي. يعني انا الوحيد كنت بقول لامي يا امي، يعني ما بقول كل اخواتي بقى طبعا عايشين مودرن بقى بتاع ماما وبتاع، انا لا. انت لا. لا بقول لها امي. يعني خدت مني الفلوس، وكل شويه تسالني معاك فلوس؟ معايا. كل شويه تسالني معاك فلوس؟ معايا. جيت في مره يا كابتن حلمي الله يرحمه، على قد ما تعبني في حياتي على قد ما علمني. يعني تعبني في حياتي جدا، وكان بيخليني امسك الفلوس بالعافيه. كان قاسي عليا. يعني انا ما رحت كليه الشرطه سنه 73 لما خدت ثانويه عامه، هو اللي خرجني وجابني ودخلني كليه التربيه الرياضيه. كان قاسي عليا جدا، ولكن كان شايف فيا حاجه. قسوه الاب يمكن. كان قسوه الاب اللي عايز كان قاسي عليا، وكان بيضغط عليا، وكان يمسكني من ودني، كان يشد ودني، كان ممكن ودني دي تطلع في ايده. كان قاسي معايا جدا. لكن كان هو شايف فيا حاجه. وبعدين يقول لي انت هتعرف الكلام اللي انا بعمله معاك بعدين. وفعلا وكنت بزعل منه، يعني كنت بزعل منه كتير، لكن كان هو شايفني ان انا حابب حاجه. فلوسي جت زادت من 7 جنيه ونص ل 25 جنيه، بس بقبض زي اللعيبه الكبيره وانا في الثانيه ثانوي. راح الكابتن حلمي عامل حاجه غريبه جدا، راح لوحده كده راح عامل لي دفتر توفير، وبقى يديني 10 جنيه ويشيل 15 جنيه في ده فلوس كتير. 25 جنيه سنه 73 فلوس كتير طبعا جدا. يعني صحيح. كان الجنيه وقتها يشتري لحمه. كيلو لحمه مش عارف، كيلو لحمه كان ب 28 قرش ولا ب 29 قرش كيلو لحمه. 69 او 70 حاجه زي كده. لا ده سنه 87 78 ما بقى كيلو لحمه بجنيه، ما الناس ماشيه في المظاهرات في الشارع. 77 19 كيلو لحمه انما في 71 70 كان الكيلو 70 قرش 69 قرش. ما يجيبش، كان اقل يعني. انا على حسب ما اتذكر يعني من الام الله يرحمها يعني. فالمهم كابتن حلمي راح عامل لي دفتر توفير في النادي في البنك او في البوسطه، وقال لي بقى كل شهر يديني 10 جنيه ويشيل 15. يا هتجنن. وبعدين ما اقدرش غير ما عندي 21 سنه فوق ما اقدرش انك تقدر تسحب وتحط وكلام من خالص. هو ياخد الفلوس بيبعتها. جينا بقى انا بدات العب، بدات الناس تعرفني، بدات اتقدم بشكل كويس، ابتدات تفرش لي بصوره كويس. النجوم قليلين، كان في قبلها الحرب، اللعيبه بدات جيل راح، وده اللي انا خايف عليه دلوقتي، ان الجيل ده يروح. ان الكره ما ترجعش، فالجيل ده يروح زي 67 و68 و69 لغايه سنه 70 لما الدوري رجع 70 71. لو قعدنا 3 سنين نفكر في كده ممكن الجيل بحاله يبطل. نجوم كبيره قوي ومستقبل ناس كتير قوي ممكن يروح. ده حتى ممكن تبقى الفتره اقصر حاليا، بس من الايقاع اسرع مظبوط. والمجال مختلف عن زمان، كان برضو مجال هاوي. بالزبط. دلوقتي يعني الشهر يفرق. بالظبط. ليه بقى؟ الاحتراف النهارده الكثافه العدديه بتاعت اللعيبه اكتر، الكثافه الماديه كمان اكتر. الاعلاميه اكتر، الفضائيات اكتر، ففي عوامل كتير قوي تاثر على اجهزه كتير. يعني مش الكوره بس، مش شريحه اللعيبه والمدربين، شريحه الناس، القنوات الفضائيه، شريحه الاعلام، شريحه الناس اللي بتشتغل. لا انا هذكرك بحاجه وانت مؤكد عارف الفرق بين الاثنين. كنتوا بتتدربوا كم مره في الاسبوع؟ مرتين. كنتوا بتلعبوا كم مباراه؟ مباراه واحده كل اسبوع. بس احنا دلوقتي بنتكلم على ناس بتتدرب كل يوم وبيلعبوا مباراه تقريبا كل 3 او 4 ايام، وصبح وبعد الظهر. يعني ادي فرق من الفروق. والماتشات كان الاهلي والزمالك بس اللي بيذاعوا. النهارده بيذاع لك في الاسبوع مش اقل من 16 مباراه. يعني كان اهلي وزمالك بس اللي بيذاعوا، النهارده مش اقل من 16 مباراه بيذاعوا في الاسبوع. ان انت بتلعب ماتشين في الاسبوع، يعني ماتشين في قول هيذاع من التسع ماتشات او من ال 19 مباراه هيذاع 8 ماتشات 9 ماتشات، فانت بيذاع لك 16 مباراه على الاقل في الاسبوع. عشان كده اليوم زمان غير اليوم النهارده. طبعا. اليوم زمان كان على فكره